يحاول بمجهود فردي في انطلاقه على مستوى الجهه اليمنى، تغطيه من جانب حسان. ما شاء الله انكم تكونوا في صحه جيده. اليوم غادي نهضروا على الحاله ديال الفريق الاهلي السعودي والهلال السعودي. ضربه جزاء اللي غير صحيحه، غير بتاتا، ما عندها حتى اساس من الصحه. الحكم اللي اعلن عليها، لان هذوما المؤامرات اللي كيوقعوا في الدوريات. وهنا كانت الامور واضحه. الحكم رجع للفار، الضغوطات اللي كانت على الحكم خلاته انه يعطي ضربه جزاء. ونلاحظوا ونحكموا على هذه اللقطه هذه. بقوا معنا حتى الاخير ونخلي لكم التعليق ولكم واسع النظر. قراءة على الكره، ثم بعد ذلك وقوع روجر ووقوع حسان. تشوفوا اصدقائي في هذه اللقطه هذه اللي كانت واضحه وضوح الشمس في نهار جميل كما كنقولوا. الرجل ديال لاعب الهلال السعودي، حنا ما عندنا حتى شي علاقه مع الدوري السعودي، ولكن هذه حاله تحكيميه فيها جدل كبير. وكما كتشوفوا هنا الحاله واضحه. الرجل ديال اللاعب ديال الهلال السعودي فين هي، وفين عاطيه، وفين قاصده، وفين حاط اللاعب الرجل ديالو، عكس اللاعب ديال الاهلي السعودي اللي الرجل ديالو كانت متخلفه وراء المدافع، وراء رجل المدافع. وهنا الحكم كما كتشوفوا انه مشى للفار وخدا الاعاده من جميع الزوايا. امور كانت واضحه، ما كانش حتى ضربه خطا، لا توجد لا ضربه خطا. نورمالمون ضربه خطا لصالح، كما كتشوفوا في هذه اللقطه هذه ضربه خطا لصالح مدافع الهلال السعودي. وهنا الحكم اخطا في تقديراته، وحكم الفار اخطا في تقديراته. هنا كانت مؤامره وفضيحه تحكيميه امام ملايين الجماهير اللي كانوا متابعين هذه المقابله ما بين الهلال السعودي والاهلي السعودي في كأس السعودي، كأس خادم الحرمين السعودي. وهنا الحكم كما كتشوفوا اللي حلن على ضربة جزاء اللي غير صحيحة بتاتا. هذا حالة تحكيمية كما كتشوفوا، حالة تحكيمية قاسية في حق بعض الأندية، كما وقع مع المنتخب المغربي ضد المنتخب السنغالي. والحمد لله قدرنا أننا نتفوقوا قانونيا على المنتخب السنغالي وخدينا الكاس عن جدارة واستحقاق.